أخرتني عليك الدهور. هاي في زيارة الناحية المقدسة للإمام سلام الله عليه في توقيعاته المقدسة. يا جاد لين أخرتني عليك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع الدماء. أقول سيدي مولاي أنت لم تحضر الواقعة وتقول بدل الدموع دماء. إذا ما حال زينب التي رأت بأم عينها قتل أخوتها قتل الحسين؟ وهل يوجد أعظم وأشرف من الحسين في ذلك الوقت بعد رسول الله، بعد أمير المؤمنين، بعد الإمام الحسن؟ زينب سلام الله عليها شافت بعينها تكسر أضلاع أخيها كما تتكسر القوارير. زينب عاشت بعد الإمام الحسين 1.5 سنة و6 أشهر. قال له ليزيد طلع زينب من المدينة راح تصنع لك حسين ثاني للبكاء والنعيم. زينب ما هدأت لها دمعة 1 سنة و6 أشهر. حضرت محرم الأول بعد محرم 61 محرم 62 ولكنها لم تحضر محرم سنة 62. لما حضر محرم الأول تقول أخويا أبو علي هالشهر عاشور هالشهر عاشور وتجدد علي حزني حزني وذكرت مصيبته. أخويا أبو علي ذكرت مصيبتك بالطوال وما نال الدهر مني. أخويا ذكرت أخوتك اليوم ذكرت الخدر ذكرت العز. أخويا راح الخدر راح العز وقليب انقطع رجوى. أخويا راح راح أخويا راح أخويا راح وبعد وين القاه. أخويا صار شنو صار بس لا والويلة. أخويا مصيبتك خلت بالقلب خلت. أويلي 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 زينب تنظر يمينا وشمالا لا حسين لا عباس لما دنت منها المنية تقول لأخويا تتمنى الأخت يا حسين. أخويا تنعذب در أخوته. أخويا تتمنى الأخت يا حسين تنعذب در أخوته وتعيش مدللة بظلم لمن تدنى منيتها بس أم الخضر زينب. يا زينب هضمتها فجعها البيان أخذ منها الحسن وحسين والله ظلت بس تدير عين يا قلب زينب كم عانيت من محني فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا. لو كان ما فيك من صبر ومن محنين في أقوى جبال الأرض لها يا قلعا. سبحان ربك رب العالمين.
العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين